البحر مكان نعرفه جميعا، لكن في أقصى جنوب الجزيرة العربية توجد منطقة لا يعرفها أحد، مكان يبتلع السفن، يمحو أثرها ويعود هادئا كأن شيئا لم يحدث. يسميها البحارة منذ مئات السنين منطقة الميد. البعض يصفها بمثلث برمودا العربي، لكن الحقيقة أعمق وأخطر مما تتخيل. مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. أول ذكر لمنطقة الميد جاء من البحارة العمانيين القدماء، الذين قالوا إن البحر هناك يتغير فجأة. سموها الميد، وتعني الأرض التي تتحرك تحتك. سفن تختفي، مراكب تغرق بلا موج وبلا عاصفة، حتى إن بعض الروايات قالت إن البحر يبتلع كل شيء وينغلق بعد ثوان. سنة 1890 احتفظت سجلات البحرية البريطانية بحادثة غريبة. سفينة شراعية اختفت جنوب عمان. آخر رسالة منها: البحر يتحرك، الأرض تهتز، شيء يبتلع الماء. وبعد 4 دقائق الصمت. لم يعثر على حطام ولا حتى لوح خشبي واحد. العلماء لم يجدوا تفسيرا حتى اليوم. ما الذي يحدث فعلا؟ هنا تظهر النظرية الأخطر: الفجوات الحرارية البحرية. في عمق بحر العرب توجد أماكن تتشكل فيها انهيارات أرضية تحت الماء، تؤدي إلى موجات قوية تسحب كل شيء نحو الأسفل. خلال ثوان فقط تصبح السفينة أخف من أن تطفو، وكأن البحر يفقد كثافته. هذه الظاهرة تؤدي إلى غرق فوري دون أي أثر. الغريب أن الظاهرة ما زالت تحدث. في 1997 سفينة صيد يمنية اختفت في نفس المنطقة. الناجون قالوا: البحر سحبنا إلى الأسفل ثم انفجر الماء حولنا. وفي 2014 قبطان من صلالة أكد أنه رأى البحر يدور من الداخل. حتى اليوم أغلب السفن التجارية تتجنب الميد ليلاً، والرادارات البحرية تسجل اضطرابات لا تفسير لها. منطقة صغيرة لكنها تحمل قوة تكفي لقلب سفينة شحن كاملة. والبعض يعتقد أن السبب ليس طبيعياً فقط، بل هناك شيء آخر: طاقة غامضة تحت البحر. العلماء يعتقدون أننا أمام منطقة نشطة جيولوجياً بشكل غير مفهوم. انهيارات مفاجئة، ضغط مائي غريب، تجاويف تحت البحر بعمق 2000 متر. ومع هذا كله هناك شيء واحد لم يفهمه أحد بعد: لماذا تختفي بعض السفن تماماً؟ ولماذا لا يطفو حطامها؟ منطقة الميد ليست أسطورة، إنها حقيقة بحرية قاتلة. مكان يمزج بين العلم والرعب والغموض، وربما تماما مثل مثلث برمودا. سنحتاج سنوات طويلة لنكشف ما يخفيه القاع، وإلى ذلك الحين يبقى السؤال: كم سفينة ابتلعها البحر هناك ولم يعلم بها أحد؟ إذا كنت من عشاق الغموض اشترك الآن وكن جزءاً من عائلة الغموض، فالقادم أكثر غموضاً مما تتوقع.